الآية الكريمة هنا جاءت تخاطب من؟ تخاطب الصنف الأول، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وحده ويا يترجاكم، لأن أغلب الناس فاهم أنه المراد بالآية خلاص جت تخبر بأنه منهم من قضى نحن مات وانتهى المطلب. هي أكثر الناس فهم هذا الحكي، والقرآن على عكس ما تتصور، على عكس ما نتصور. الإمام علي يقول إن للقرآن أوجه 12 وجها، فلا تعرفون أي الوجوه أصحها إلا عن محمد وآل محمد. لماذا؟ يقول لأن القرآن نزل في بيوتهم ونزل يخاطبهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله، وهو القائل القرآن نزل ب4 أما ال4 الأولى فنزل في الحلال والحرام والفرائض وفي محمد وآل محمد، ونزل ال4 الأخرى في لغة الإشارة، واضح؟ إشارة، عبارة، معجزة، لطيفة. فأما الإشارة واضح فلجبرائيل، وأما العبارة لعامة الجن والإنس، وأما المعجزة فللأنبياء، وأما اللطائف فهي كرامات للأولياء اللي هي نعبر عنها معاجز، هي كرامة من كراماتها. فالشاهد يعرفون القرآن ما هو، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سؤال: ما هو العهد الذي عاهدوا الله عليه هذه الصفوة؟ ونحن أنا وأنت الآن أرجوكم التفتوا، أنا وأنت هل نحن مشمولون بهذه الآية أم لا؟ جيد. رجال صدقوا ما عاهدوا الله، العهد الذي عاهدوا عليه الله تبارك وتعالى، كما يشير العلامة صاحب التفسير الميزان، يقول أن العهد المشار في الآية هو عهد الثبات، عهد الثبات في ساحات الوضع، عكس من؟ عكس الإدبار اللي هو الضعف والانهزام. فهؤلاء قالوا بلى، لو كلف الأمر أن نفتقر الحياة من أجل لا إله إلا الله فعلنا. علي بن أبي طالب شو يقول تالله والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر إلا وكنت كالسكة المحماة فيه ولن أبالي أحدا، ابتغاء وجه الله. لكن الفارق شنو هو؟ أن حينما يقتل علي بن أبي طالب زيد من هؤلاء الكفار أو المشركين، عكس ما يقتل مالك الأشتر. شلون عكس شيخنا؟ وجاي يجاهدون سوا، واحد الجنود علي بن أبي طالب مالك الأشتر. أنا أقول لك حادثة، أنا ما جاي أنتقص منه، بس أبدأ أبين فد حادثة، فد موقف، فد مكانة. يقول له الإمام علي يا مالك كم قتلت؟ هاي المعارك صفين والنهروان والجمل. قال له سيدي بحدود 35. سكت مالك. الإمام التفت له قال يا مالك لعلك تقول وعلي بن أبي طالب كم قتل؟ قال بلى يا أمير المؤمنين، هذا السؤال يراودني. قال ما تقول؟ قال أقول ما زاد على 35. ما ممكن الأستاذ تلميذ يضرب الأستاذ، ما تصير. أنا أحكيها من عندي، هاي مثال. فالتفت إليه اليوم قال لا تقول هكذا يا مالك، هناك فرق بينما شوف جهادك وجهادي، أنت تجاهد وتقاتل بالظاهر، وأنا أجاهد وأقاتل بالباطن والظاهر. فلو علمت أن زيدا من هؤلاء في صلبه ولد الناصر لولد الحسين تركته ما قتلته حتى يلد الناصر، وإن بقي على كفره
وأدركته دعوته إلى الإسلام، إن لم يجب وما إلى أثر، إذا ما بي أثر على الإسلام هم تركه، ما له علاقة بي، ما له علاقة بي، ما قتله، ما قتله بأي دليل، مو كيفك. لكن إن بقي على كفره وشركه وصار لا والله يصير سبب في أذية المسلمين، أدعوه إلى الإسلام، فإن لم يستجب حينها ماذا؟ آخذ من عند القصاص. فإذا ويأكو مقاييس. فالمراد في العهد ماذا؟ العهد الذي عاهد الله تبارك وتعالى عليه، وهو ماذا؟ هو الدفاع. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طريق الحق ليوقف الإنسان. رباطة الجيش، الكياسة، الفطانة. شايف؟ شوف واحدهم شهود الحسين عن أصحابه، شنو اللي قال؟ يتحافتون إلى المنية دوني. يقول له زينب شفتهم استخبرتهم، قال ما رأيت منهم إلا كالأشوس الأقعس. شوف، يتسابقون إلى المنية دوني، لا تأخذوا في اللحظة مثلا. فإذا رجال صدقوا ما عاهدوا الله. طبعا هذا واحد من العهود، واحد باوع من العهود، عهود كثيرة. لا إله إلا الله عهد الله. هواي ناس خانت. هناك قال شنو؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذاك العالم، عالم الذر يسمونه عالم الملكوت، عالم الغيب. لكن من صار عالم الحياة، عالم الملك، بقوا؟ ما بقوا. النصارى جعلوا ثلاثة، وهناك قالوا واحد. اليهود عبدوا الشمس والقمر دونه، صح ولا غلط؟ عرب قريش جاهليتهم شخذوا، كل واحد حط شنو؟ كل ما يحط معبود اللات وعزة ومنات وإلى آخره. وهو فأنا حتى أبين أنه هذا واحد من أصناف العهود والعقود التي عاهد الناس. نعم، الله تبارك وتعالى وبالذات تكلم كلام مع المؤمنين. إذا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالمراد في العهد هو ماذا؟ هو رباطة الجهاد، هو الجهاد بين قوسين في سبيل الله تبارك وتعالى. لو كلف الأمر على أن أفتقر من الحياة من أجل لا إله إلا الله فعلت، وبفعلي هذا كنت قد وفيت بعهدي. وللدليل اقرأوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ايش قالت الآية بعد؟ فمنهم من شنو؟ قضى نحبه. أغلبكم راح يقول شيخنا المراد بالنحب الموت، يعني لا، هذا واحد من التفاسير ذكرت جنابك الكريم. هنا كلمة النحب فيها ثلاثة معاني. مرة النحب بمعنى العهد، يعني منهم من قضى نحبه، أي منهم من قضى عهده. هذا واحد. رجال صدقوا ما عاهدوا الله. المعنى الثاني أن النحب بمعنى النذر. والنذر شنو يلزمه؟ سؤال. يلزمه الوجوب، مو كيفك مشي. إذا نذرت نذر يلزمه ماذا؟ الوجوب. هسه ما أريد أناقش أنا شو وقت يسقط النذر، إذا ما ملكت أنا أسموه بحث آخر ذا. بس بالنتيجة المعنى الإجمالي للنذر أنه شنو؟ يوجب الوجوب. فإذا منهم من قضى نحبه، أي من قضى عهده. اثنين، منهم من قضى نحبه، أي منهم من قضى شنو ولا نذره. شوف، النحب بمعنى النذر. ليش نذر صار واجب؟ لأن أنت في النية على روحك، أنت عاهدت الله وقلت نعم. شوف، منهم من رجال صدقوا ما عاهدوا الله. أنت قدمت وعاهدت الله، فصار حكمك بأداء ذلك العهد كحكم ماذا؟ حكم الناذر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني قضى وفى بعهده، والثاني وفى بنذره. والمعنى الثالث منهم من قضى نحبه، أي مات على شنو؟ ومفروغ ذمته من أداء عهده، يعني وفى بمن؟ بعهده. النبي صلى الله عليه وآله جالس وأقبل علي بن أبي طالب. التفت الجالسين، علي بن أبي طالب جلس. قال يا علي
أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي شيعتك أمتي، يعني اسمعوه والله إذا سمعت جزاك الله خير، قرآنا يبشركم فيه يا علي من أحبك ثم مات فقد وفى بعهده. شنو هو يا رسول الله؟ قال من أحبك ومات على حبك فقد وفى بعهده. إذن الآية توسعت النطاق، صار المعنى الرابع يا هو يا رسول الله ايش تقصد من أحب عليا ومات فقد وفى بعهده؟ قال بلى، من أحب عليا ومات على ذلك أي بمعنى وفى بولايته لعلي وذريته. هاي المراد، المعنى الرابع هذا، المعنى الرابع هذا. لذا ورد في الحديث من مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له، ومن مات على حب علي مات شهيدا. إذا نرجع للآية، أنا عندما أتكلم جزافي ارجع للآية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. احنا معاهدين على ابن أبي طالب لو بطلنا إذا نموت طول العمر للجميع رحم الله السابقين، نموت ماذا؟ محقين وقد وفينا ولو بجزئية من جزئيات العهد، لأن احنا هم ما نقدر، هم مصيبة هي شيخاتنا كثيرة، ماكو واحد يقول أنا ما عندي. لكن أنا الدحشية بالقلم الحديث بالجيل فيه أكو شو يدرسوا على البمبر، هذه إن شاء الله تعرفوها. هاي البمبر هاي شوية بيها مادة صمغية، هاي تتورط من تاكلها، خليها فمك تجي تستخرجها ما تنفع، زق من هذا تزقنا. أنا هيك أمثلهم أقول لهم إحنا ويا ابن أبي طالب بهالشكل مثل نمو البمبر، منين ما يروح من يا صلحني ما أعرف، أنا مخربط دماغي ما يخالف، أقبل بس أريد شنو؟ لا تقول لي وخر عني، ما تقول لي وخر عني ما أصير. شايف؟ هكذا. فمنهم من قضى نحبه، قل له يا علي من أحبك ومات على حبك فقد وفى بعهده، رجال صدقوا ما عاهدوا الله. زين، شنو يبين لنا هذا المعنى؟ الآية نفسها تشرح نفسها. صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنا وأنت شنو؟ من المنتظرين علما لأداء ماذا؟ لأداء العهد. وحو الوفاء بمن؟ بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الإمام أمير المؤمنين. والآن نمثل أمير المؤمنين والنبي من هو؟ طاعة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. زين، الإمام الصادق دخل عليه نفر قال لهم أبشركم نفس الكلام اللي قبل شوية ذكرت للنبي مع علي بن أبي طالب، إن الله قد أنزل بكم قرآنا. قالوا بشرك الله يا ابن رسول الله. بشرك الله وين؟ قال لهم أنتم المحبون الموالون، أنتم الذين توليتمونا وتبرأتم